هما ليه مطلعين الصليب دلوقتي؟ سمعتك. تعالي بقى اما احكيلك هما ليه مطلعين الصليب دلوقتي. يلا احكيلي القصة بتاعت الصليب. زمان كانت في ملكة جميلة قوي اسمها الملكة هيلانا. ملكة هيلانا كانت بتحب بابا يسوع جدا، وكانت عايزة تعرف فين الصليب بتاعه. راحت أورشليم هي وجنودها، وهناك لقت راجل عجوز اسمه يهوذا. يهوذا دلهم على مكان الصليب. قاموا الجنود حفروا ولقوا 3 صلبان. يعني هما هيعرفوا ازاي انا واحد بتاع بابا يسوع؟ أنا هقولك، هما في الأول كانوا محتارين لغاية لما ربنا دبر لهم جنازة تعدي من قدامهم. قامت الملكة هيلانا بسرعة فكرت وقالت لهم روحوا هاتوا الميت وحطوه على ال3 صلبان. حطوه على أول وتاني صليب. على تالت صليب الميت قام من الموت وبقى عايش، فعرفوا إن هو ده صليب بابا يسوع. الملكة هيلانا خدته وبنت له كنيسة في أورشليم وحطت الصليب فيه. يعني الناس الوحشة حاولوا يكسروه أو يسرقوه أو يعملوا أي حاجة فيه؟ لا طبعا حاولوا. أنا هقولك، في سنة 614 دخل الفرس أورشليم. الملك بتاعهم راح كنيسة الصليب، لقى الصليب منور نور حلو قوي. حاول يحط إيده على الصليب بس الصليب طلع نار وحرق صوابعه. فالملك اتضايق قوي وعرف إن بس المسيحيين هم بس اللي يقدروا يمسكوا صليب بابا يسوع. فاتفق مع 2 شمامسة يشيلوا الصليب ويرجعوه البلد بتاعة الملك. والملك هناك أمرهم يحفروا حفرة كبيرة ويخبوا فيها الصليب عشان محدش يعرف يلاقيه خالص. يعني الناس مش هيعرفوا يلاقوه تاني؟ لا استني، كان في بنت جميلة شافت كل اللي حصل ده، وبعد 15 سنة جه ملك اسمه الملك هرقل، دخل وهزم ملك الفرس، وفضل كتير قوي يدور على صليب بابا يسوع لحد لما لقى البنت دي. والبنت دي حكت له كل اللي حصل ودلته على مكان الصليب. راح الملك هرقل بسرعة ولقى الصليب ورجعه تاني كنيسته في أورشليم. يعني الصليب بس مش خشبة، ده علامة حب البابا يسوع لينا. بالظبط كده. وعشان كده الكنيسة بتحتفل مرتين بعيد الصليب، مرة يوم 17 توت ومرة يوم 10 برمهات، عشان نفتكر دايما إن الصليب ده رمز قوة وفرح لينا. يعني كل لما هرشم الصليب هفتكر اللي أنا بحب بابا يسوع هو كمان بيحبني. بالظبط كده.